اخوان السلام عليكم. غنقلوا لكم هذه الاجواء الاحتفاليه ديال سكان مدينه الرباط، وحنا بالضبط في حي الرياض. وهاد الناس دابا كلشي متجهين، هاد السيارات كتسمعوا يعني الكلاكسون ديال السيارات، كلشي فرحان. هاد الناس هادو كلشي متجهين نحو المركز ديال العاصمه، يعني السونتر ديال المدينه. ما كنلقاش دابا شي سياره خارجه من الرباط ومتجهه لتبارك، كلشي متجهين يعني للقلب ديال العاصمه، تما غيكون احتفال كبير. هذا المنظر هذايا اللي كتشوف واللي كتسمعوا يعني راه بدا من يعني الصافرة ديال الحكم على نهاية المقابلة اللي كانت بين المنتخب المغربي والمنتخب البلجيكي، اللي كان فاز فيها المنتخب المغربي عن جدارة واستحقاق بجوج ديال الإصابات ل0 لصالح المنتخب المغربي. ولهذا كنهنيو المنتخب ديالنا بهذا الفوز العظيم، والفريق الوطني وعلى رأسه يعني الناخب الوطني الكبير وليد الركراكي، اللي فرحنا، الله يفرحه في الدنيا وفي الآخرة. وحنا يعني فرحانين بزاف 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 بهذا الفوز العظيم على منتخب كبير اللي هو منتخب ديال بلجيكا، اللي كان عندنا هاد المقابلات بجوج، لا ديال هذه اللي كانت عندنا مع الفريق البلجيكي اللي كيمثل حتى هو كان يعني في الرتبه الثالثه عالميا، والمقابله الفايته اللي كانت عندنا مع كرواتيا اللي كان يعني في الرتبه الثانيه عالميا. يعني كانوا هاد المقابلات بجوج كانوا صعابين علينا، اللي جبنا التعادل في المقابله الاولى ضد كرواتيا، ودابا الحمد لله وانتصار كبير وساحق على المنتخب البلجيكي. ودابا يعني العاصمة الرباط تتشهد واحد يعني الفرحة، فرحة عارمة. هانتوما كتشوفوا يعني انا راه بعيد شي شوية على الطريق، ولكن راه كيبانوا السيارات ديزين والسكان يعني الناس. هانتوما كتشوفوا مناظر بهيجة يعني، وهادشي راه تبارك الله يعني منظر عظيم عظيم للغاية. شكون اللي كان يقول حنا غنحتفلوا بهذا الاحتفال هذا لو انه كان بقى لنا ذاك المدرب البوسني ذاك خليل وزيتش، اللي كان حارمنا من بعض اللعابه اللي هما اللي خلقوا الحدث، وهما اللي عطونا هذه الفرجه وهذه الفرحه هذه الكبيره. الحمد لله، وهنيئا للمنتخب ديالنا، وهنيئا للمغرب، وهنيئا للمغاربه اجمعين، وبهذا الانتصار الكبير العظيم، وعطاونا واحد الامل كبير يعني. وهاد الناس هادو كلشي راه ما كيحسوا الا بواحد الوطنيه الصادقه اللي تهز القلوب يعني والاحاسيس ديال كل مغربي في كل ما تعلق الامر بشي حاجه اللي يعني مهمه ويعني وفي صالح الوطن ديالنا المغرب. حتى هنا اخوان غنودعكم وغنخليكم نشوفوا لقطات اخرى ان شاء الله فيما بعد، والسلام عليكم.